مرحبا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحة وسلامة. الف 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 مبروك للشعب السوري جميعا بكل اطيافه اينما كنتم. فرحة، الحمد لله، كنا على اعصابنا. وللامانة للامانة خلينا نحكي بصراحة. امبارح انا كنت على اعصابي. ليش؟ رغم انه مانيمار فريق متواضع، فريق ضعيف والى اخره، لانه نحن كان بدنا الفوز وبدنا هدف. بدنا فوز وبدنا هدف، بس الهدف الاول يجي. وشفت امبارح عدد الفرص اللي ضاعت، فرص بالهبل راحت امبارح مني. رعوني، سرعة، عدم اتقان، شغلة غريبة. وللأمانة كمان رح نحكي شغلة. في عالم عم تقول انه فريق المانيمار ضعيف. طبعا هو ضعيف، ولكن اي فريق ضعيف بالفترة النص ساعة الاولى بتلاقيه متكتل على حول المرمى تبعه، دفاع صلب، مثل ما صار نحن معنا قدام اليابان. بعد نص ساعة تماما اكلنا الجول وبعدين فرطنا. تنذكر وما تنعاد. نفس الشيء بالنسبة لمانيمار، لانه كمان هن عندهم فرصة. لانه هن كمان عندهم فرصة، لانه عارفين انه كوريا الشمالية بجوز انه يعاقبوها، لا انه يطلعوا بهدف او يتعادلوا مثل ما بمباراتهم الماضية. كنا على اعصابنا لحد ما اجى الهدف، ارتحنا. بس بدنا هدف ثاني، لا وعلا صار شيء لا سمح الله. ظروف كل مباراة بتختلف. جي الهدف الثاني، ارتحنا، عملنا على 3 نقاط. صارت اللعيبة ترتاح، صارت تعرف تقدم. طبعا نحن امبارح كان بالنسبة للمباراة بالشوط الاول، حتى اللعيبة كانت على اعصابها. بدهم هدف، بدهم يفوزوا، يعني بدهم هدف لحتى يقدروا يرتاحوا. لهالسبب كان فرعوني قدام المرمى. اي لاعب يعني حاول بشتى الوسائل انه يحط هدف، رغم تكتلهم الدفاعي اللي كان موجود. نشكر الله، اهداف بالجمله، اهداف حلوه، اهداف ملعوبه، تيكي تاكا، باصات، راسيات، طول وعرض، شيء بيطير العقل. امبارح استمتاع ليوم الاستمتاع، وخاصه بالشوط الثاني، لانه الشوط الاول كل شوي نخبط وما بعرف شو، يعني اجرينا اتكسرت من كل ما هدف راح نخبط على حالي. مانيمار، في عالم بتقول على مانيمار لانه المباراه الماضي انه هذا هو فريقنا اللي ربح، شلون تعادل مع الفريق هناك. نحن بالفيديو الماضي عددنا الاسباب: الارض والجمهور، ارض سيئه، درجه حراره عندهم رغم انه غزاره المطر، عندهم شو اسمه، يا رب دخيلك، هنا الجو، الارض والجمهور، ارض سيئه، الرطوبه العاليه، المطر غزير، السفر اللعيبه الطويل. في بعض اللعيبه ما اجت الا قبل بيوم. بنفس الوقت ما بدنا نقول رعوني بمعنى انه فاتوا باستخفاف على اللعبه. الحمد لله على كل حال، ومنيح اللي صار هيك حتى اللعيبه تاكل صفعه لحتى يرجعوا لعائلهم، انه ما في مباراه سهله، ولازم كل مباراه ولها ظروفها يلعبوا عليها. الحمد لله فزنا، وصار معنا 7 نقاط، وعم ننتظر مباراة اليابان وكوريا ننتظر القرار الفيفا عن مباراة اليابان وكوريا. وإن شاء الله شو ما اجى ما عندي مشكله، بس ان شاء الله انه يخصمون هون النقاط حتى نطلع على الدور الثاني. شفت المعلق امبارح شو قال؟ حكيت، انتبهتوا انه نحن الفرق الصغيره، نحن منتخب سوريا ما راح يعاني قد ما راح يعاني مع المنتخبات مثل مانيمار، ما راح يعاني. شفتوا انه شو حكى عن كوبر؟ وقت اللي بقول لكم عن كوبر داهي. كوبر بس طولوا بالكم عليه لحتى تكتمل الاوراق بين ايديه ليصير فريق عالمي عنده.
طولوا بالكم لحتى ينسجم هاي المباراة السادسة. يعني داليو امبارح كانت هاي المباراة، الله على داليو هلا بنحكي عليه، هاي المباراة السادسة لمعظم اللعيبة. يعني شو بدكم، شوي شوي امبارح حتى مبين بلش الانسجام. فريق بده ينسجم كثير في كثير عالم قالوا انه بدهم 10 و20 مباراة، لا 4 5 6 مباريات ببلش الانسجام. والحمد لله امبارح شفنا الانسجام بين، بلشوا ها. وانا ماني عم اقول لكم ماني خايف من اي فريق بالعالم، ماني خايف من اي فريق بالعالم بيجينا، بالعكس الفريق القوي راح يعمل مساحات، راح يعمل مساحات معنا، ونحن عنا ردة فعل حلوة راح تصير لها بالهجمات المرتدة. الاهداف امبارح خريبين، رغم قديش ضيع فرص جاب هاتريك، كل جول احلى من الثاني. ابراهيم يسار يا سلام على الرأسية. مؤيد العجان تيكي تاكا مع داليهو يا سلام. مؤيد العجان خارج 16 بوم بالجول من اروع الاهداف. يا عين علاء الدالي يا سلام. كل هدف احلى من الثاني، كل هدف في له شكل وطعم بجنن، كل هدف. امبارح اعتذروا للجمهور السوري من خلال هاي المباراة. صوت التركتور امبارح اعتذروا للجمهور بطريقتهم الخاصة بأرض الملعب، مثل ما قالهم عبد الرحمن الخطيب، قال لهم بدكم تعتذروا للجمهور السوري بأرض الملعب. وعملوا هالشباب وراح يعملوها قدام اليابان وكوريا. وامبارح انا استغربت انه بالمجلس كلهم عم يقولوا انه والله بده تطلع قطر والاردن والعراق على كأس العالم، بالاضافه والسعوديه من بين العرب. انا راح اقول لكم اول الفرق اللي بدها تتاهل على كأس العالم من العرب ومن شرق اسيا ومن اسيا هي سوريا. ها، اول الفرق بدها تتاهل هي سوريا، صدقوني عم بحكي جد. انا من وقت اللي شفت كوبر بكأس اسيا باول مباراه، اصلا انا كنت متفائل فيه من اول، بس بعرف انه كوبر ما عنده وراء اللي يلعب فيها، ما عنده وراء. ودائما بقول لكم كوبر استلم، انا بعتبره من اول بدايه كأس اسيا، من اول السنه الجديده بلشت الوراء تلعب بين ايديه. على قدام في كم لاعب مع حارس جديد جايين على المنتخب، راح يشكلوا اضافه قويه، راح يكون عندنا منتخب. بس استمتع، ما في شيء اسمه دفاع، ما في شيء اسمه 4-4-2 والله معناته هذه خطه دفاعيه. لا، الخطه 4-4-2 افضل لعبه بالعالم، هي خطه تكتيكيه مرنه بكل الاساليب فيك تلعب فيها، بكل الطرق فيك تلعب فيها. اصلا نحن امبارح لعبنا 4-4-2. امبارح في عالم بتقول لك 4-3-3، صح، لعبنا جزئيات بعد ما امنا على الهدف الثاني، لعبنا عاد بكل الخطط. اصلا امبارح وصلت لمرحله حتى الدفاع كان جوا بقلب المرمى، يبقى شوي كان المدني كمان بده يروح على الجول، يروح يحاول يسجل. انا تاسفت امبارح يا حرام لانه ايام موسى ما حطوا له هدف. امبارح ما حاول كثير، وانا كنت متمنى انه يحط هدف، عن جد من قلبي كنت متمنى يا اوسو انك تحط هدف. تعبت، ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافيه داليو. يا سلام يا سلام. انه هذا انه فريق بده يلعب قدامه هذا بكره. هلا في عالم اوقات بتقول لك بده الحاله البدنيه. لا يا عمي ما بده شيء. هذا اعطيه مساحه، اعطيه مثل هيك الفرق الكبيره بكره هيك يلعب فيهم، يعطيك باصات، لمسات، اسيستات. لاعب روعه بيعبي المخ هيك. بس حط لك هيك شيء مشروب هيك حداك هيك، ومثل ما قال بعض الناس هيك ارجيلي والى اخره، بيمتعك هذا اللاعب. يعني قال لكل سوريا وجماهير سوريا على هيك لاعب. نحن صار عنا اكثر من لاعب هلا على مستوى عالي، صار عنا اكثر من لاعب على مستوى عالي بفريقنا. في بعض الناس
زعلوا على محمود داود. كثير عالم زعلت على قصة محمود داود. محمود داود شوفوا شو حكيت أنا عن خاله، حرام ليكم محمود داود ولا حكى حرف واحد، حتى البيان اللي نزله ما هو نزله أصلا. كان منسجم مع الفريق وكان عم يلعب وما مو بعين، يعني الولد مغلوب على أمره. وحكينا قلت لكم بالفيديو الماضي إنه خاله شو عم صار معه من بداية، إنه مو عاجبه العجب، لا الأكل لا الغرفة لا الفندق، حتى المدرب مو عاجبه، حتى اللعيبة مو عاجبهم، مو عاجبه. أنا عم بحكي عن خاله الوكيل أعماله، أنا ما عم بحكي عن محمود داود. محمود داود ما فتح بحرف، بالعكس كان منسجم بين الفريق وعم يلعب ومبسوط كان حتى. بس المشكلة خاله مؤثر عليه، ليش ما بعرف. صار كثير شغلات بده إياها خاله، خلينا نقول وكيل أعماله. صار بده حارس على الخط. أنت بتدريب هلا لو نحن عم نقول إنه بغير أماكن بدك حارس شخصي لإله، أوكي ماشي. هلا في أمور الاتحاد قادر عليها، أخي بكرة بيغيروا لك الفندق تاني مرة، بيغيروا لك مع إنه 5 نجوم وأحسن يعني بالسعودية في فنادق ببهدلة. طيب ليه ما اشتكت العالم الثاني؟ نوعية اللعيبة، انت عم تحكي عن نوعية اللعيبة، ما بدنا نسب ولا بدنا نحكي. انت عم تحكي عن نوعية اللعيبة يا زلمة. ايهام اوسو ما بدنا نقول لاعب قادش. سلافلوف بارك الوقت اللي كان هنا جاي من دوري اوروبي، بتقول له هذا كمان. خليل الياس كان قاب قوسين بالقائمة النهائية، القائمة الأولى لكأس العالم، كان راح يكون حد ميسي. وكل الجماهير السورية وكل الصحف قالت خليل يمكن ما يجي على سوريا. ليش؟ أو على المنتخب. ليه؟ لأنه كان بالقائمة البدائية لقائمة الأرجنتين، وعشوائي كان راح ينزل ويصير بالمنتخب الأرجنتيني. مو عاجبك خليل الياس؟ بابلو صباغ مو عاجبك؟ بابلو صباغ احفينا نحن لحتى جبنا ايهام وخليل وبابلو. عبد الرحمن ويس مو عاجبك؟ عبد الرحمن ويس يا رجل بيسوى 3/4 اللي بيلعبوا باوروبا يا رجل. عبد الرحمن ويس مين صار فيه كمان؟ كل هاي لعيبه ما عجبتك؟ قول داليو خيو امبارح كان جديد عليهم، ما شو اسمه، ما بيعرفوا لداليو. بس كل هاي اللعيبه مو عاجبتك؟ مو عاجبك كوبر مو عاجبك يا رجل؟ من افضل المدربين بالعالم، 30 على العالم. اذا انت عندك او تفقه بشيء بالكرة القدم انت لازم تعرفوا انه هو 30 على العالم. كوبر ما بيخسر بالسهل، اعطيه وراء بين ايديه ما بيخسر. كثير مدربين عندهم نجوم العالم وبتخسر. كوبر وقت الوراء بتكون كامله بين ايديه، او خيو 75% الوراء بين ايديه، ما بيخسر بالسهل. وهلا كمان شوفوا بكره من الشهر السادس يجي كم لاعب الاخر، شوفوا فريقنا كيف راح يكون. هلا فريقنا نحن صار قادر، هلا بهالوضعيه هذا احنا فريقنا صار قادر. شلون اذا بكره بس يجوا بقيه اللعيبه اللي هو عم يطلبهم بالاسم، صار يطلبهم. انا للامانه كنت خايف امبارح، كنت خايف يكون يصير شيء بالمنتخب، مزعزع. انا واحد الناس قلت الله يستر، بس نعدي هالمباراه على خير. قبل المباراه طبعا، قبل انه ما يكونوا تاثروا نفسيا بشغله هاي محمود داود. بس الحمد لله الشباب طلعوا منها وعملوا واثبتوا لمحمود انه هذا الفريق بمن حضر راح يكونوا بكاس العالم. عم بقول لكم اثبتوا للجميع انه هذا الفريق راح يكون بكاس العالم ومن من الاوائل. يمكن اذا لا سمح الله جات اليابان معنا، بس هذا الفريق الوحيد، انا عم بحكي بس هذا الفريق الوحيد، اذا جات بمجموعتنا اليابان يمكن نحن نطلع ثاني، نحن من الاوائل راح نكون بكاس العالم. متى بقى اذا بنيجي باي مجموعه نحن من الاوائل راح نكون بكاس العالم. اذا جات معنا استراليا ولا كوريا ولا السعوديه ولا فريقنا لا عاد يستهان فيه يا شباب. فريقنا من احلى الفرق. راح بكره تصيروا تستمتعوا بهذا الفريق. ما شيء اسمه دفاعي، ما في شيء اسمه دفاع ايه ممكن بنشوفه ببعض اللحظات، بس هلا بنرجع بنقول مبروك
لكل الشعب السوري. ألف 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 مبروك من القلب. شكرا للاتحاد، شكرا للإداريين، للمدرب، للاعبين، لكل واحد وجد، للجمهور الحلو اللي كان موجود وآزر منتخبنا. شكرا لكم. نلتقي على خير، وإن شاء الله الأيام القادمة تكون أفضل. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، ينعاد عليكم بالمحبة والفرح والسرور. شكرا لكم. باي.